التعويذة ما نجحت، فبتتضايق تيانا من كلامه، وفجأة بتظهر طيور بتطاردهم من كل مكان وبيحاولوا يهربوا منهم. وفي اليوم التاني بتصحي تيانا الأمير وتعرفوا انه يستعد لان رحلتهم لسه طويلة جدا لحد ما يقدروا يرجعوا شكلهم الطبيعي. تحاول تيانا تحرك جذع الشجرة في المية، وبيكون نيفين قاعد بيعزف وبيغني، وفجأة بيظهر تمساح وراه وبتشوفوا تيانا وبيكونوا مرعوبين منه، ولكن بيبان انه تمساح طيب ومزاجه رايق وبيبقى عايز بس يعزف معاهم. ولما الأمير نيفين بيحكي له على اللعنة اللي حطوا نفسهم فيها بيفضل التمساح يضحك عليهم، ولكن اول ما بيسمع كلمة سحر بيترعب جدا. بيقول لهم ان ده زي سحر ماما اودي. لما بيسألوه هي مين ماما اودي دي، بيعرفهم ان دي اشهر ساحرة في الوادي المظلم كله، فبيطلبوا من التمساح ان هو يوصلهم لماما اودي عشان تساعدهم في فك لعنتهم من السحر الاسود ده. في الجانب التاني بتظهر شارلوت وهي قاعدة مع لورنس اللي بيكون متنكر في هيئة الامير نيفين، بيتكلموا على اللي حصل في الحفلة وظهور الضفادع فجأة.